احنا المصريين المتغربين، السفارة المصرية ايه لازمتها؟ في السعودية، في الأردن، في الكويت، في جميع دول الخليج، في جميع دول العالم، السفارات ملهاش أي لازمة في الحياة. يا ريس اقفلها ووفر رواتبهم. اقفل السفارات المصرية في كل أنحاء العالم وقعدهم في بيوتهم أوفر. عمدة أصغر قرية في أصغر ريف أفيد منهم وأنفع عنهم. تمام؟ كلامك صح. أنا نفسي في السعودية في مدينة حايل، شركة أمانة، مات قدام عينيا شاب من هنا اسمه هنداوي، 22 سنة، 27 يوم مرمي في الثلاجة، محدش عبره. الجوازات السعودية بعد ترد بعد 24 ساعة، مكتب العمل بعد الرد بالموافقة على ترحيل الجثة بعد 24 ساعة. اللي اتأخر مين؟ السفارة المصرية. فين يا جماعة السفارة المصرية؟ الباشوات بيعيدوا في مصر. بعدها بشهرين بالظبط مات واحد باكستاني، يومين 2 كان مروح. ليه؟ علشان سفارتهم بتهتم بيهم. الفلبيني هنا في المملكة ليه قيمة عن المصري. الفلبيني لو سعودي ضربه، او في الكويت لو كويتي ضربه، السفير الفلبيني بيتحرك من بيته لو هو فين ويجيب له حقه تالت ومتلت، وقبل ما بيطلع من بلده بيكون محطوط له حساب في البنك اكتر من 20,000 دولار عشان لو كفيله نصب عليه يبقى حقه مضمون في بلده. احنا حقنا فين؟ الناس دي ايه فايدتها في الكون؟ انتوا قاعدين تقولوا السفاره المصريه والقنصليه المصريه، مش خارب بيتنا ومضيعنا ومقلل قيمتنا في العالم غير السفراء بتوعنا، ما لهمش اي لازمه في الحياه. وفر رواتبهم للبلد، لان ما احنا عمالين نتبرع. وفر رواتب السفراء وعربياتهم والفلل والقصور اللي عايشين فيها، وقعدتهم في بيوتهم. احنا مش عايزينهم، ما لهمش اي لازمه. فين حق الراجل اللي مات؟ ولا هيجي. وفين حق الناس اللي قبله اتهانت؟ ولا هيجوا. وفين حق الناس اللي في السجون؟ ولا هتيجي. السلام عليكم.